لا شك أن الأخبار المحزنة التي نسمعها يوميا من انتحار للإخوة البدون أمر لا يرضى فيه إنسان فيه ذرة من الإنسانية والبشرية، ولذلك هذا الأمر وهذا الإثم تتحمله الحكومة بالدرجة الأولى التي لا زالت تترك هذه المشكلة بدون حل. هنالك حلول كثيرة قدمها الإخوة النواب بمشاريع قوانين حتى تحل هذه الفئة الذين يعيشون بيننا وهم أبناء الكويت، ليس لهم بلد غير الكويت. إذا كان الإخوة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عنده مستندات معينة لبعض الناس الموجودين فليخرجها أمام العلن، لا يعطل هذا الأمر له أكثر من 7 سنين وهو جالس في هذا المكان أو أكثر من 10 سنين في هذا الجهاز المركزي لا يوجد أي حل. مو معقولة تقول هذا ينتمي إلى البلد الفلاني وهذا ينتمي إلى البلد الفلاني، كلام مرسل بدون أدلة، هذا غير مقبول، لن نقبل بهذا الوضع. هنالك قوانين سنقدمها لحل قضية إخواننا البدون، في قضية توظيفهم، في قضية علاجهم، في قضية دراستهم، لن نسكت على هذا الأمر، وإلا سوف يحاسب رئيس الحكومة لأنه هو المسؤول الأول عن هذه القضية وعن حلها. لا ينبغي أن نسكت. إذا كان إنسان يسكت عن هذه القضية فهو مشارك في الإثم ويتحمل إثم. كل بدون على أرض الكويت يتعرض للظلم والإهانة في هذه البلد. لن نقبل بإهانتهم، لن نقبل بظلمهم، لن نقبل بذلهم. سنقف معهم حتى يأخذوا حقوقهم بإذن الله. سنتقدم بالقوانين التي تعالج هذه الأوضاع، وعلى الجهاز المركزي إن كان صادقا في رفع الظلم وفيما لديه من أوراق أن يخرجها، لا يتركها حبيسة الأدراج، لا يزعج الناس، يوقف رواتبهم في البنوك ويوقف وظائفهم ويوقف معيشتهم. لا يجوز لهذا الأمر أن يستمر، ولذلك نحن سنقف في وجه كل من يظلم هذه الفئة من الذين يعيشون بيننا، وبعضهم شهداء للأسف في الكويت، شهداء قدموا أرواحهم للأسف يظلمون على أرض الكويت التي قدموا أرواحهم من أجلها. بإذن الله سنتقدم بقوانين من ضمن هذه القوانين الحقوق المدنية لإخواننا وتجنيس من يستحق التجنيس منهم. لا يمكن أن نسكت على